السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم غالياتي، وش حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا في أحسن حال يا رب. اليوم حبيت نشارك معكم وصفة تقليدية، وصفة تاع جدود. إن شاء الله تعجبكم وتنالي رضاكم، ودوك نديروها مع بعضنا بكل تفاصيل المقادير، تفاصيل المبتدئات بالأخص. كاين بنات ياسر صغار ما يعرفوش هذه الوصفات التقليدية، اليوم نشاركوها مع بعضنا إن شاء الله. نبداو على بركة الله. أول حاجة عندنا سميد، سميد نوعية تكون متوسطة، أي نوع تاع سميد عندك. هنا كاين بنعمر، كاين ناس يعني ما ندخلوش ما نذكروش الأسماء، بصح كاين ياسر نوعيات تاع سميد ملاحة. المهم نوعية السميد يكون سميد متوسط، ماهوش سميد رقيق وماهوش سميد خشين. أول حاجة عندي هاد الكيلة أنا كيلت بها، انتي ديري أي كيلة عندك. ديري هكا هاديك البول تاع الشوربة ولا كاس ولا أي كيلة عندك. أنا عملت هاد الكيلة عملت بها 3 كيلات، حسب العائلة، يعني حسب الكمية اللي تحبي ديريها تكبري ولا تصغري في الكيلة. هنا عملت 3 كيلات سميد متوسط، والبسوس دوك نحطوا له 3 كيلة نص سمن ونص زبدة، ونكملوا بشوية تاع زيت. مقدار هذاك التمرة هذيك نقولوا تاع صباع، مقدار صباع تاع زيت نزيدوه له. دوك في الفيديو نقول لكم علاه نزيدوا هذيك الكمية تاع الزيت. هنا أنا حطيت خليط بين السمن والزبدة والزيت. انت اذا ما عندكش حاجة تقدري تستغني على الزبدة ولا على السمن، المهم تعملي زيت وزبدة، ولا سمن وزيت، ولا تعملي خليط بين الزبدة والسمن والزيت. هنا الكيلة تكون كيلة معمرة. السميد حطينا 3 كيلات معمرين بومبي كما نقولوا، وسمن البسوس حطينا كيلة واحدة. ونحكم هذاك السميد نحكو مليح 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 بين يديا، باش السميد هذاك يتغطانا باليدين، باش من بعد كي نحطوا له الماء ما يجيش معلق. نحكوه كما تشوفوا يعني في الفيديو، ها ظاهر كل شيء قدامكم. نحكموه نحكوه مليح بين يدينا. هذه وصفة يعني تاع جدود تاع بكريت، توارثناها من عند ماتنا من عند جداتنا. وصفة سهلة اقتصادية ما فيهاش تكاليف بزاف. نديروها كانوا يديروها يعني تاع الناس بكري، كانوا يديروها الفطور تاع الصباح، كانوا يديروها العشية القهوة تاع العشية، كانوا يديروها حتى وقت هكا في الشتا يديروها مع اللبن مع. هنا شوفوا البسوس راني قاعده نوري لكم، نحكو مليح بين يديا حتى هذاك السميد يولي. شوفوا هي طريقه تقريبا كيما البراج وكيما المقرود. هنا قاعده نوري لكم، نقصت هكا سرعه تاع الفيديو، قاعده نوري لكم في راحه اليد تحكمي هذاك السميد وتحكيه براحه اليد. حكوه مليح ندخلوا فيه هذاك البسوس. اذا شفتي انه السميد تاعك هذاك مازال ما شربش البسوس مليح، جاك البسوس ناقص، شوفوا كيما هنا. اذا لقيتيه ناقص تقدري تزيدي له شويه زبده، ولا ما تتقيديش يعني هكا بالمكيال ولا حاجه، خاطر كاين سميد يشرب مليح البسوس وكاين ما يشربش. هنا بسسته مليح، حكيته مليح بين يديا حتى شرب هذاك البسوس. هذاك ليدام متخلم مليح مليح في السميد. الكعبه تاع السميد تتغلف بهذاك ليدام باش من بعد كي نحط لها الماء ما تجينيش معلكه. انا حطيت زيت مغرف تاع سكر. انا هذيك مغرفه السكر ما عندها يعني حتى ما عندهاش حاجه ديرها يعني. تخلي لي هذه المثقبه ولا المبسس ولا شقوفه، كل واحد كيفاه يسماها، تخليها تجي حمراء كي تحطها في الطاجين ولا في المرطيب تجيك حمراء، تديلك هذاك اللون الاحمر دوغي كما اللي نحبوه احنا. وهنا حطيت الملح، الملح حسب الكميه تاع السميد. هنا حطيت مغرف صغيره، مغرف تاع قهوه ملح. وهنا نروحوا للماء، كاين اللي يحب يحط فيها يحط ماء خليط بين الماء والماء زهر، وكاين اللي يعملها بالماء. انا نفضل نعملها غير بالماء، ما نحبش نحط فيها ماء زهر، على خاطر كاين يحبوا نشربها بالحليب ولا نشربها باللبن، ما نحبش هذيك الطعمه تاع ماء زهر فيها. هنا جبت نفس الكيله اللي كيلت بها سميد وكيلت بها البسوس، هي نفسها عمرتها ماء وبديت نبل. اول حاجه ندوب الملح مليح، الملح تاعي خشين شويه ماهوش الملح الرطب. حطيت الماء على الملح ندوبو مليح، ومن بعد نحط الخليط، ندخل هذاك الخليط مليح بيديا. هنا من نعجنش نبرول برك، شوفوا كيف قاعده نعمل غير بصوابعي برك باش هذاك السميد ما يعلكليش ما يعجنش. يحبوا يقعد مبسس نفس الطريقه تاع البراج ونفس الطريقه تاع المقرود. قولوا لي اكتبوا لي في التعليقات البنات وين راكم تشوفوا فيا، وانتم في المنطقه يعني اللي عايشين فيها واش تسميوه. احنا هنا نسميوها في الشرق نسميوها المبسس ولا الشقوفه
كيما البراج نفس الطريقة تاع البراج كاين يسميوها مطقبة، كاين يسميوها كل واحد كيفاه يسماها، يعني تختلف في المناطق، يعني في بلادنا كبيرة الله يبارك كل بلاصة كيفاه هما، يعني تقريبا يديروها في الجزائر كاملة، بصح كل بلاصة كيفاه يسميوها، كل منطقة كيفاش يسميوها. اكتبوا لي في التعليقات نتوما من وين وكيفاش تسميوها في المنطقة اللي تسكنوا فيها. هنا شوفوا الماء هذاك سميد، هنا الماء ما تتقيديش عمرك، ولا السميد ولا الفارينة ما تتقيديش بالسوائل، خاطر كل نوعية تاع سميد كاين نوعية اللي تشرب وكاين نوعية اللي ما تسحقش الماء ياسر، يعني ما تشربش ياسر الماء، شوية باك تاع ماء تكفاه. هنا هاد نوعية تاع سميد يشرب، حطيت الكيلة كاملة تاع الماء ومازال تسحق الماء. شوفوا زي ما هنا بليتها وما بليتهاش مليح، يعني ما هكا ما لميتهاش، خليتها شويه مفتفته كيما نقولوا احنا مبروله، شفتوا زي ما نبرول فيها بيديا، ونخليها تقعد هكا دقيقه ولا دقيقتين، ونعاود نرجع لها كي نلقاها طريه لمها، واذا لقيتها شربت يعني والسميد تاعي شرب ولا يتفتفت نزيد لها شويه تاع ماء. هنا شوفوا خليتها شويه وقت، وهنا رجعت لها لقيتها شربت هذاك الماء ولات تتفتفت شايحه، حسيتها شايحه، زدت لها كميه تاع ماء هكا قيس زوز مغارف ولا 3 تاع ماكله، زدتهم لها ماء ونعاود نبرولها مليح بيديا ونلمها. شوفوا زي ما هنا يعني الصوره واضحه. هذه وصفه تاع بكري بكري، كانوا مبدعات النساء تاع بكري، هكا كي يجي وقت بالاخص يديروها في الشتاء هذه ولا في الربيع، يجيوك ولادها، يجي ولادها المرأة من القراية ولا يجيها هكا ضيف على غرادة، تنوض في ساعة تبلها، لا تسحق لا شوكولا لا حتى شيء، شوية سميد وشوية بسوس تاع شوية سمن ولا زبدة، يعني بكري كانوا عندهم الله يبارك ما شاء الله كلش حاضر في الدار، وديرها وتحطها مع القهوة تجي ما شاء الله. شوفوا هنا زي ما هذه طريقة تاني كي تحكمي العجينة تاعك وتدوريها هكا على الحواشي تاع القصعة ولا الإناء البسيلة ولا حاجة اللي توني تخدمي فيها، كي تلملك العجينة معناها لاباط تاعك هاي ملاحة، ما تزيدها لا ما لا حتى شيء. هنا نجيبو هكا بلاستيك بالاخص للمبتدئات، هذه طرق للمبتدئات، كاين بنات صغار يحبوا يعملوا الحوايج تقليديه وما يعرفوش كيفاش يديروا، ما يعرفوش كاين تفاصيل صغيره هكا ما يعرفوهاش. هنا جيبي بلاستيك باش ما تلصقلكش الكعبه ولا البلاستيك هذوك الساشيات البيض، قصيه يكون نظيف غسلاته مخبياته، حطيه ولا فوق البلون دو ترافاي واخدمي عليه. حطيت انا طرف من تحت وحطيت الطرف الاخر من فوق باش كي نقرص ما يجينيش فيها الاثار، كي نقرص الخبزه تاعي ما يجونيش فيها الاثار تاع الصوابع ولا الاثار تاع القراص. دوكا كي نحي البلاستيك تقعد العجينه تاعي كيما يقولوا السطح املس، السطح تاعها املس. هنا انا قرصتها كاني قرصاها مدوره، كاني قرصاها كاري، قرصتها كاري باش كي نقصها ما يقعدوليش هذوك لي شيت كيما نقولوا، هذوك الطراف هذوك يقعدوا لي. قصيتها كاري باش نقصها كاري، خاطر كاين يديروها مدوره، كاين يديروها مثلثات، كاين كل وحده كيفاش دير. هذه وصفة تقليدية خلاص ما فيها حتى إضافات، ما زدنا لها، كاين يزيدوا له ياسر إضافات، أنا نحبها هك كيما هكا، ساعة ساعة نديرها لولادي. يجي الوقت هكا نجيو من القراية ولا كي نوضو صباح ساعات يعود ما كانش قاطو ما كانش كرواسون حاجة، وتبقى الحوايج التقليدية تبقى ديما البنة لا يعلى عليها كما يقولوا. هنا قصيتها كريات، انا تقصي حسب الحجم. هنا العلو تاعها يكون تقريبا 1 حتى 1.5 سنتيمتر، شفتوني يعني قاعده نوريكم، يعني ان شاء الله تكون صوره واضحه برك، ما تجيش رقيقه خلاص باش ما كي تجي رقيقه ياسر يعني تجي قاصحه كما يقولوا يابسه يابسه ما تجيش طريه، وتاني كي تعود خشينه ياسر تجيك معجنه من داخل ما تجيكش ملاحه، تكون 1 سنتيمتر حتى ل1.5 العلو تاعها. هنا شوفوا هذه الطريقة تاع بكري كانوا يعلموها لنا، كي نقصوا البراش يقولوا لنا عاودوا قرصوها هكا تحكمها فوق البلون دو ترافاي ولا فوق المايده ولا حاجه، تقرصي تقصيها وتقرصي وتحطي هكا فوق لوحه ولا تحطي في صينيه ولا حاجه باش من بعد يجيك سهله في الطياب، كي تكمليهم كل تقرصيهم وتوجديهم من بعد تحطي المرعى وتحطها تبداي طيبي فيها. هنا المرا تاعك يكون ناقص خلاه تنقصيلو وتخليه يسخن وباش تبداي طيبي فيه. اول ما تحطيها شوفوا هذه الطريقه تحكميها تحكاها، نحط هذيك الكعبه ونحركها ونبدا نحكها هكا
باش ترطاب مع المرا تجيني يجي الوجه تاعها ممسوح، تجي وجه واحد طايبة وجه واحد كيما نقولوا لها إحنا، ما تجيش هاكا ما تجيوش فيها الحفر هاذيك، ما تجيش جهة خارجة على جهة، تجي وجه واحد، كأني نعاود نقرصها في المرا، نحكها حكات شوف شتوها زيما جات ما شاء الله، وندور تحطي هاكا الكعبة وتبقاي تدوري فيها بشوية، المرا تاعك برك يكون ناقص باش ما تتحرقلكش. تجي ما شاء الله والبنة تجي واش نقول لك معلامة تجي في الربيع هكا، بالأخص في الوقت البارد هكا في الشتاء في الربيع مع كاس البن الله الله ولا مع حليب ولا مع قهوة العصر، تجي بنة عالمية. جربوها البنات واكتبوا لي في التعليقات قولوا لي اسكو نجحت لكم عرفتوا ديروها البنة تاع حزيمة. كاين جيل هذا جديد ما يعرفوهاش خلا هذه الحوايج، هذه حوايج تقليدية يعني حوايج تاعنا تاع جدودنا تاع بكري كاين ما يعرفوهاش خلا نهائي. كي تعطي لهم حاجة يقول لك يا دي وش هي كيف درتها كيف. نحاولوا نحافظوا شوية على حوايجنا التقليدية باش ما كاكا جيلنا الجيل الصغير هادم تاع الألفينات هادم جيل تيك توك باش ما ينساوهاش. شوفوا زيما البنات هنا طيبها على الوجه الاول ونزيد نقلبها على الوجه الثاني ونبقى نحرك فيها حتى طيب تديري هذاك اللون دوغي هذاك ما تجينيش حمرا خلا وما تجينيش عجينه. انايا شوفوا زي ما جات ما شاء الله صفراء تشهي شكل ما شاء الله روعه. هنا القصين قلت لكم تتحكموا فيه، تحبوا تعملوها صغيره تعملوها كبيره تعملوها مثلث تعملوها مربع دوائر، كاينه حتى اللي شفتهم انا في الوسط يعملوها دوائر هكا خبيزات صغار. تجي ما شاء الله البنات جربوها واكتبوا لي في التعليقات واكتبوا لي اكتبوا لي في التعليقات من وانا بلاصه واش تسميوها وكي جربتوها كيفاه جاتكم. شوفوا ما شاء الله تهبل دوك نقسم معاكم كعبه وتشوفوا زي ما تجي من الداخل. شوفوا زي ما تجي مبسه تدوب في الفم. شوفوا زي ما ومن داخل تجي مفتفته ما تجيش معجنه هذيك شوفوا زي ما شفتوها الله يبارك ما شاء الله تشهي. جربوها البنات وبالصحه والهنا ان شاء الله وديروا لي جيم وديروا لي اكتبوا لي كومنتير. شهيتكم في الجنة إن شاء الله. جربوها ما تندموش البنات، تبقى ديما وصفة تقليدية من عاداتنا وتقاليدنا ما ننسوهمش. ونتلاقاو في الفيديو القادم إن شاء الله بالصحة والهنا.